السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بأتم صحة وخير. قبل ما نبدأ حلقتنا الثامنة من مسلسل باسورد، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ونبدأ مع بعض حلقتنا الجديدة ويوم الحادثة ونشوف ايه اللي حصل فيها. لما سليم كان في فيلا المنصورية وبيسأل الراجل بيقول له: انت اللي كنت بتيجي هنا؟ قال له: ايوه، انا اللي كنت مسؤول عن الكلاب وكنت باجي كل يوم احط لهم الاكل، ما فوتش ولا يوم. قال له: مين كان بيجي هنا يوم الثلاث اللي فات؟ فقال له: مش عارف، انا كنت باجي فترة الصبح بس، ولكن يوم الاربعاء انا لاحظت كده حاجة غريبة. فبدأ ينتبه سليم وقال له: ان انا لقيت ان باب الفيلا كان مقفول مش كويس، فقلت يمكن حد جه بالليل ولا حاجة ونسي يقفله كويس، فقفلته وخلاص، لكن والله انا ما دخلتش جوه نهائي. فساعتها سليم سكت وقال: انا ازاي ما فكرتش في حاجة زي كده. في الوقت ده جاله تليفون ورد، وطلعت فريدة وقالت له ان هي عايزاه. في الوقت ده ملك كانت عند الدكتور النفسي بتاعها وبتحكي له اول ما رجعت مصر، وكان نفسها ان هي يكون عندها صحاب وتعمل بيزنس وتكون ناجحة، ولكن هي ما عرفتش ان هي تكون صحاب. فقررت ان هي تشغل الكاميرا بتاعتها وتدخل بث مباشر، وبدأت ان هي تعمل لايفات ومع الناس، وبدأت ان هي تقول كل الكلام والطاقة الإيجابية اللي بتديها للبنات. الحياة اللي هي كان نفسها تعيشها كانت بتخلي اللي حواليها هم اللي يعيشوها، لدرجة ان الكل كان بيحسدها على حياتها وفاكرين ان هي ناجحة جدا. فبتقول لدرجة ما فيش راجل ما اعجبش بيا وما كانش عايز يتقرب مني، لكن انا كنت بحب ادهم وحبيته بالفعل، وهو الوحيد اللي بينت له حقيقتي. انا كنت بمثل على الناس كلها، ولكن ادهم الوحيد اللي عرفته حقيقتي، ويا ريته ما عرفتها له. انا وثقت فيه، ولكن هو طلع ما يستاهلش الثقة دي. فبدأ الدكتور بتاعها يقول لها: انت لازم توجهيه يا ملك، ولازم تتكلمي معاه وتشوفي هو ليه عمل كده. قالت له: انا مش هقدر اعمل حاجه زي كده، انا لازم ابعد. وكانت طبعا متضايقه جدا، ولكن الدكتور قال لها: لازم تواجهيه عشان ما ترجعيش تندمي وتقول يا ريتني كنت اتكلمت معاه. في الوقت ده بسنت كانت عند ادهم في المستشفى وتقول له الحمد لله على السلامه، وان هي سعيده جدا ان هو قام. فهو قال لها: انت ازاي بتعرفي تعملي كده؟ ازاي انت اكتر واحده انا بجرحها وباجي عليها ودايما مسامحاني، انت ازاي بتعملي كده؟ فقالت له: انا ما عنديش اختيار تاني، اصل انا لو ما سامحتكش هبعد عنك، وانا ما اقدرش ابعد عنك ابدا يا ادهم، انت كل حاجة ليا. فبدأ يقول لها: انا ازاي ما كنت شايفك على حقيقتك، ازاي كنت شايف فيك حاجات وحشة؟ فبدأت تقول له: اهو بقى، المهم الحمد لله على سلامتك. فقال لها: على فكرة انا حاسس احاسيس دلوقتي من ناحيتك عمري ما حسيتها. وبدأ يقول لها: انا بحبك بجد يا بسنت، ونفسي اكمل حياتي معاكي. طبعا هي استغربت جدا وقالت له: معقولة اللي انا بسمعه ده يا ادهم؟ انت سامع انت بتقول ايه؟ وكانت فرحانة طبعا جدا. فهو قال لها: ايوه، انا فعلا في حاجات كتير لازم هتتغير بعد كده. فهي قالت له: انا كمان هغير من نفسي. وفعلا بدأت اتغير، انا بقيت قاعدة مع سلمى كتير جدا ومهتمية بيها وههتم بيها اكتر الفترة اللي جاية. قال لها: ايه ده واضح ان في تطورات انا معرفهاش. قالت له: ايوه، انا اكتشفت ان انا في حاجات كتير انا استغنيت عنها ورميتها ورا ظهري، وكانت كل اهم حاجة عندي وماشي وراك في كل مكان. لا، انا قررت ان يكون لي اهتمامات تانية. قال لها: انا ياما قلت لك الكلام ده وقلت لك حاولي تحبي نفسك يا بسنت، ما يبقاش كل همك انا وبس. قال لها: انت كنت بتحبي ترسمي، ارسمي واعملي كل الحاجات اللي انت نفسك فيها. فبالفعل بدأوا يقولوا لبعض كلام حلو، وحضنته وقالت له الحمد لله على السلامة. وهنا سليم كان عند فريدة في الشركة وبدأت تقول له: فاكر أول يوم اتقابلنا فيه يا سليم؟ فهو ما ردش عليها وقال لها: أنت عايزة مني إيه يا فريدة؟ قالت له: رد عليا، ما تهربش من السؤال. وبدأت هي ترد على السؤال وتقول له: أنا كنت في الجامعة وأنت جيت لي وعرضت عليا إن أنا أعمل معاكم مشروع، وبدأت إن أنت تشرح لي مشروع الجامعة اللي هنعمله، وأنا حبيتك من أول نظرة لدرجة إن أنت بقيت عمال تتكلم وأنا بصالك مش مركزة في أي كلام أنت بتقوله، أنا مركزة معاك أنت. وكل ما تسكت اقول لك كمل كلام، وكل ما كنت بتقول لي انت فاهمه انا بقول ايه، كنت بقول لك ايوه عشان عايزاك تتكلم مش عايزاك تسكت، عايزاك تفضل قاعد قدامي وافضل ابص لك، انا حبيتك من اول نظره. وقالت له: على فكره انا كنت واضحه معاك من الاول خالص وعرفتك احساسي ومشاعري. قال لها: وانا كمان كنت واضح معاكي وقلت لك ان ده ما ينفعش واني انا مش قابل ده ورفضته من اول مره. فبدات تقول له: بس انا ما بطلتش احبك، انا حاولت بس ما عرفتش يا سليم.
فهو قال لها انت عايزه مني ايه يا فريده دلوقتي وجايباني ليه؟ فسكتت كده، وبعدين قالت له احنا لو ما خلصناش الديل بتاع الاستوديو بتاع ادهم واديناه لاسامه احنا هنتسجن احنا الاتنين وهنروح في داهيه. فبعد كده بدات شرحت له وقالت له كل اللي حصل. فقال لها انا ما كنتش متوقع ان انت غبيه بالطريقه دي. فقالت له انا غبيه؟ قال لها اه طبعا، انت ازاي توقعتي ان ادهم ممكن يستغنى عن سكاي او يديكي حصته فيها؟ فقالت له انا كنت عايزه سكاي لينا احنا الاتنين تبقى بتاعتنا لوحدنا. قال لها ادهم عمره ما كان هيعمل حاجه زي كده، بس انت طلعتي غبيه. وعامه خلاص شوفي انت هتعملي ايه. قالت له احنا مع بعض يا سليم. قال لها لا انا مش هتسجن معاكي ولا اي حاجه. اسامه ماسك عليكي انت تسجيلات وماسك عليكي اوراق ومستندات انت ماضيه عليها، انا ماليش دعوه. هو مش ماسك عليا اي حاجه، انا ولا ليا اي امضى على ورقه ولا ليا اي تسجيل ماسكه عليا. قالت له يعني ايه؟ بس على فكره انت برضو شريك معايا في الشركه. فقال لها الكلام ده كان زمان، انا كنت شريك معاكي لكن انا خلاص، انا من اول ما لقيت موضوع غسيل الاموال ده كنت متاكد ان انت هتطمعي يا فريده، عشان كده شلت نفسي من الشراكه عشان لما تقعي لوحدك بسبب طمعك. فقالت له يعني انت هتتخلى عني؟ فقال لها دي شيلتك والله بقى وشيليها. قالت له انت ليه دايما مصر ان انت توجعني؟ كل مره بتوجعني وجع اكتر من الاول، انت ليه بتعمل كده؟ بس هقولك ايه، انا متعوده منك على الهروب. ولكن هو برضو سابها ومشي. بالفعل ملك راحت لأدهم المستشفى وقررت ان هي تواجهه وتسمع كلام الدكتور. وقالت له انت ازاي تعمل كده يا ادهم؟ انت اكتر انسان انا وثقت فيه. ولكن هو قال لها انا كنت هقولك صدقيني. قالت له كنت هتقولي ايه؟ كنت هتقولي ان انت اتجوزت عليا، مش انا اللي اقبل ان انت تتجوز عليا، انا مش بسنت. فهو قال لها انا بحبك، وبدأ يحاول ان هو يترجاها ان هي تسامحه. ولكن هي قالت له انا اسفه مش هقدر اعمل كده، انا كان نفسي اني انا اولد ونعيش كلنا مع بعض احنا والبيبي اللي في بطني. فهو قال لها هو انت فعلا حامل؟ قالت له ايوه، بس خلاص كل شيء انتهى وانت السبب فيه. وقررت ان هي فعلا سابته ومشيت. في الوقت ده دخلت نور المستشفى علشان تزور ادهم، واحداث المسلسل اتغيرت تماما. وهي داخله بدات ترجع فلاش باك لورا وتفتكر حاجات حصلت واللي هنفهم منها كل حاجه. وبنعرف ان نور وفهد كانوا بيحبوا بعض زمان، ولما راح تقدم لها لأدهم قال له انسى الموضوع ده ومرضيش يجوزها له، وساعتها جوزها لسليم. بعد كده بنعرف ان في يوم كان هو مروحها وقال لها احسن حاجه ان سليم خلاني روحتك، انت مبسوطه في حياتك مع سليم؟ ولكن هي قالت له انت بتسأل السؤال ده ليه؟ فقال لها عايزه اعرف. قالت له لا ده شيء ما يخصكش. قال لها اي حاجه تخصك تخصني. وبدأت العلاقه ترجع بينهم زي الاول، وبدأوا يرجعوا الحب القديم. وفي يوم هما مع بعض فهد قال لها انتي برضو لسه ما طلبتيش الطلاق من سليم؟ قالت له انا مش عارفه اطلب منه الطلاق، ما فيهوش غلطه، اي حاجه عايزه اتلكك عليها ما بلاقيش في حاجه عشان اتلكك. فقال لها اللي انتي بتتكلمي عنه ده انا هوريكي حقيقته. وبالفعل طلع التابلت وبدأ يوريها الفيديو بتاعه هو وبسنت. واول ما شافته طبعا استغربت جدا وما صدقتش ان ده سليم. ولكن خلت بعد كده فهد وهو نايم وخدت التليفون وبعتت لنفسها الفيديو. وبكده نبقى عرفنا ان الفلوس اللي كانت بتاخدها من بسنت كانت بتروح لنور. وقبل الحادثة على طول كان فهد ونور كانوا رايحين الفيلا بتاعة المنصورية، وكانوا ماشيين مع بعض والكاميرا طبعا كانت بتصور، وكانوا عمالين يحبوا في بعض وهم ماشيين. وفي اللحظة دي ادهم كان شايفهم في الشركة على التليفون بتاعه، وده اللي عصبه جدا وخلاه مبقاش مصدق ان هي دي اللي وثق فيها. وبنعرف ان الباسورد كان مع نور. وفي اللحظة دي كان شايفهم هما بيحضنوا بعض قدام باب الفيلا. وبعد كده لما دخلوا جوه وكانوا عمالين بقى يحبوا في بعض بطريقتهم كده، نزل من الشركة علشان يروح لهم، ولكن العربية خبطته ووقع، حصلت له الحادثة. وفهد لما عرف من سليم بعت مسج بسرعة لنور وقال لها خلاص ادهم عرف اللي بينا، ولو انت اللي معاكي الباسورد اوعي تديه لسليم لانه هيعرف ان انت اللي بتخونيه. في الوقت ده طبعا راحت الفيلا بسرعة وبقت ان هي تلم كل الحاجات اللي هناك وتمحي اي اثر لوجودهم في المكان. وبعدها فهد كلمها وقال لها انت لو اديتي الباسورد لسليم هيفهم على طول سليم ذكي، علشان كده حاولي ان انت تديهوله باي طريقه في جواب كده جاي من بره او اي حاجه. قالت له ان انت بتقوله ده انا مش هديله الباسورد، احنا لو عرفنا اليوزر نيم كده الفلوس هتبقى بتاعتنا احنا. وعلشان كده قبل كده خرجت مع سليم علشان تحاول معاه. واول ما نزلت من العربيه اتصلت بفهد وقالت له انا حاولت اعرف من سليم اليوزر نيم لكن برضو ما عرفتش اوصل لاي حاجه. قال لها خلاص حاولي معاه ولكن لغايه بكره لو ما عرفتيش توصلي له يبقى لازم تديني الباسورد علشان نلحق ننقذ نفسنا وما نروحش في داهيه.
بعد كده في الوقت ده رجعت تاني وقررت ان هي هتطلع، ولكن كانت مترددة جدا ان هي تطلع لأدهم. بس في الاخر طلعت وبالفعل دخلت له وقعدت وقالت له الحمد لله على السلامة. لكن هو قال لها انت ايه البجاحة دي؟ انت قادرة تيجي لغاية هنا وتتكلمي معايا؟ قادرة تحطي عينك في عيني؟ طب ورجلك شالتك ازاي عشان توصلي لغاية عندي؟ انت للدرجة دي بجحة؟ فبدأت تتكلم معاه وقالت له حاول بس تفهمني. لكن هو زعق لها وقال لها انا شفتك، وبدأ يقول لها قد ايه انت رخيصة ومش اكتر من واحدة من اللي فهد عارفهم. وقال لها انا مش عارف انت ليه عملتي كده، انت كل حاجة عايزاها انا كنت بحققها لك، انا كنت ابوكي مش اخوكي بس، وبعد موت بابا كان دايما مدلعك، وانا من بعديه ما كنتش برفض لك اي طلب، انا مش عارف ازاي تعملي كده زيك زي اي واحدة رخيصة. فبدأت تقول له مش مظبوط الكلام ده، انا عمري ما كنت حرة في اي حاجة، انا واحدة وهي طفلة قالوا لها انت هتسيبي امك وتروحي تعيشي مع اخوك اللي انت ما تعرفيهوش وجزء ومرات ابوكي، وبالفعل عشت معاكم وما قدرتش اتكلم حتى لما بابا مات وانت قررت ان انت هتاخد دور الاب ده، حتى كمان ما كانش باختياري، انا ما اخترتش اي حاجه. فقال لها هو انت المفروض بقى بالطريقه دي تصعبي عليا؟ قالت له لا، بس حتى فهد لما حبيته انت جوزتيني سليم. قال لها انا جوزتك اكتر انسان محترم ممكن تقابليه. قالت له سليم احنا اللي بينا ده مش جواز، ده انسان بارد وما فيش بينا اي جواز، ده أنا حتى مش قادره اقول ان اللي بينا ده جواز مصلحه لان حتى ده كمان مش موجود. فبدأ يقول لها برضو ده ما يمنعش ان انت عملتيه، على فكره انا يوم الحادثه ده انا كنت جايه عشان اموتك انت وهو، ولكن اللي حشني عنكو هي الحادثه اللي حصلت لي. انا دلوقتي مش عارف ابص في وشك ولا عارفه اتعامل معاكي، ازاي هقدر ان انا اروح الشركه واتعامل معاكي ونرجع تاني ولا كأن حاجه حصلت؟ فبدأت تقول له ان هو يسامحها وينسى اللي حصل ده. قال لها انا مش هقدر اعمل كده ومش هقدر ان انا اتعامل معاكي تاني عادي. وقال لها قومي امشي، جت تتكلم فقال لها امشي، فاضطرت ان هي تمشي وهي بتعيط وزعلانه جدا. وقالت له عموما الحمد لله على سلامتك، دي اهم حاجه. بعد ما خرج ادهم من المستشفى ادى سليم الباسورد، وبالفعل بعتوا الفلوس بتاعه الاستوديو وخلص الموضوع، وقال له مبروك علينا الاستوديو، قال له مبروك علينا احنا الاتنين، واحتفلوا بده. وبعد كده قال له انا رغم ان انا ما بطيقش فهد بس هو ليه ما جاش، كان نفسي يكون موجود معانا، هو ما سالش عليك بعد ما خرجت من المستشفى؟ فادهم قال له لا ما سالش. قال له انا مستغرب اختفى فين ده، يعني ولا سأل عليك ولا بيسأل عليا وبتصل بيه مش عارفه اوصل له، يعني ممكن يكون راح فين؟ فقال له المهم خلينا بقى في الشغل، انا عايزك تكلم كل الكلاينت اللي عندنا علشان خاطر تعرفوا ان الاستوديو فتح عشان نبدأ شغل. قال له خلاص هخلي نور تعمل كده. قال له لا مالكش دعوة بنور، هي نور واخدة اجازة بس عشان كانت اعصابها مشدودة ومتوترة ومضغوطة بسبب المستشفى واللي حصل، فواخدة شوية اجازة كده، انا عايزك انت تعمل الموضوع ده بنفسك. فقال له طيب خلاص تمام مفيش مشكلة. وبعد كده قال له يا ادهم انا هسالك لاخر مره، مين دي اللي خانتك اللي انت قلت لي عليها؟ فقال له خلاص يا سليم ما دام انت ما عرفتهاش لوحدك خلاص انا مش هقول لك، وبعدين وانا في المستشفى انت قلت لي ارمي ورا ظهرك وانسى كل حاجه، خلاص انا رميت ورا ظهري، ارمي انت كمان ورا ظهرك وانسى الموضوع ما تتكلمش فيه، خلينا في الشغل. ففي الوقت ده دخلت بسنت وقالت لادهم ده ميعاد الدواء، وبالفعل اديته الدواء. فسليم استأذن عشان يمشي، ولكن وهو ماشي ادهم نده عليه وقال له يا سليم، فبصيله وقال له شكرا. قال له شكرا على ايه؟ قال له شكرا لان انت اعز صاحب ليا واقرب حد ليا. في الوقت ده سليم اتوتر وبص لبسنت وابتسم له وخد بعضه ومشي. وهنا نور كانت زعلانة وبتعيط، مش عشان لا سمح الله يعني ندمان على اللي عملته، ولكن علشان فهد بعت لها فويس وقال لها ان هو هيبعد عنها تماما ومش هيرجع تاني ابدا، وده احسن للكل ومش هتشوفه تاني. فساعتها البعيدة كانت عمالة بتعيط. وهنا ادهم كان كل شوية بيتصل بملك، ولكن هي ما كانتش بترد عليه ابدا، وكانت شايفة ان ده القرار السليم، وكانت شايفة ان هي كده اقوى وده احسن ليها. وفريدة حضرت الباسبور بتاعها وقررت ان هي هتهرب وتسيب البلد. وبعد كده بنلاقي ادهم داخل الفيلا بتاعته بيتفاجئ بالكل حاضر وعيد ميلاد بنته وكل موجود فيه وبيعملوا ليه، وبسنت كانت موجودة وملك، ولكن كان سليم واقف مع فريدة وكان بتحب فيه، وفي نفس الوقت كان فهد واقف مع نور وعمالين يهزروا ويضحكوا مع بعض، وهو عمال يبص ليهم كلهم ومش مصدق ايه اللي بيحصل ده ومش فاهم اي حاجة، ولكن لقى ان هو وقف
لايف وبيحتفلوا بعيد ميلاد بنته، وبعد كده بيتفاجئ ان نور كان بتتكلم في التليفون وبتبعت فويس لفهد وبتقول له يا فهد انا حامل. وبكده خلصت حلقتنا. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، واللي ما شاركش في القناه ياريت يشترك في القناه، واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم.